تخيل لو كان عندك فرصة تمسح كل فشل، كل إحباط وكل لحظة ضيقتك في 2025 وتبدأ صفحة جديدة دلوقتي، صفحة بيضة مليانة قوة وأمل وأحلام ممكن تتحقق. هل هتستغلها؟ هل هتبدأ السنة الجديدة بقرار حقيقي إنك تكون أقوى؟ كل مرة حسينا فيها بالإحباط، كل تجربة ما نجحتش فيها، كل قرار غلط، لحظات كتير حسينا فيها إنها ضاعت، لكن الحقيقة إن كل واحدة منها كانت درس، كل فشل كان فرصة للتعلم، كل نجاح صغير كان خطوة للأمام، وكل تحدي صعب كان تدريب لقوتنا الداخلية وصبرنا. لما نفكر فيها كده هنلاقي إن 2025 علمتنا حاجات كتير عن نفسنا، علمتنا نعرف قوتنا، نكتشف إرادتنا، ونتعلم نواجه التحديات بطريقة مختلفة. مش المهم إننا نجحنا أو فشلنا، المهم هو إزاي بنتعامل مع التجارب، وإزاي نحول كل تجربة صعبة لصالحنا. التجربة الصعبة مش عقاب، هي فرصة لنعرف حدودنا ونوسعها، فرصة نطور نفسنا ونستعد للأيام الجاية. ودلوقتي وإحنا بندخل 2026، السنة الجديدة مش مجرد رقم على التقويم، دي صفحة بيضة، صفحة ممكن نكتب فيها كل أحلامنا، صفحة ممكن نحول فيها كل تجربة سلبية من السنة اللي فاتت لخطوة إيجابية، خطوة صغيرة بس بتفرق. كل يوم جديد هو فرصة نصنع فرق في حياتنا، فرصة نثبت لنفسنا قدراتنا ونعيش الحياة اللي دايما حلمنا بيها. وفي اللحظة دي فكر معايا، إيه الحاجة اللي هتسيبها وراك من 2025؟ وإيه الهدف أو العادة اللي هتبدأها في 2026؟ الفكرة مش بس التفكير فيها، الفكرة إننا نبدأ نطبقها من دلوقتي، نعيشها كحقيقة، ونخلي السنة الجديدة بداية فعلية للتغيير. السنة الجديدة جاية علينا بكل فرصها، كل يوم فيها فرصة نصنع فرق، كل لحظة فيها فرصة نثبت لنفسنا قوتنا. ومهما كان الماضي صعب، مهما كانت ضغوط السنة الماضية كبيرة، إحنا دلوقتي أقوى، لأننا عشنا التجارب دي وتعلمنا منها. وكل درس اتعلمناه مش بس بيعدينا، ده بيجهزنا للخطوة الجاية، بيجهزنا علشان نحقق أهداف أكبر ونعيش حياة أكثر سعادة ونجاح. السنة الجديدة مش بس لينا، السنة الجديدة لينا كلنا، فرصة نكون أقوى، أحسن، وأكثر تحققاً لأحلامنا. افتكر، الماضي مجرد درس، المستقبل ملكك، وكل يوم جديد هو فرصة تصنع فيه فرق. السنة الجديدة جاية علينا بطاقة وحماس أكبر، ومستنيكم معايا نعيشها خطوة خطوة، يوم بعد يوم، ونجعل 2026 سنة التغيير الحقيقي والإنجازات اللي نستحقها.